بالعشرة المبشرين بالجنة. تاني يخرب بيوتهم. انا كرهت رقم 10 بسببه، كرهت. يا سلام، 10 المبشرين بالجنة، ده اللي بشرهم النبي بالجنة فعلا، مش عدوهم في 10. شفت البلاء؟ يعني إن الرسول بشرهم بالجنة لم يعدوه، يعني كانوا قالوا 15 20 25 وعدوا يعني الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مش عدوه. الجنة تشتاق إلى 4، علي منهم، علي منهم، علي منهم، هكذا يقول النبي 3 مرات يكرر عليه، وسلمان وعمار وبلال. ما عدوش. على فكرة علي اللي معدود عندهم مش علي بتاعنا، ده بتاعهم هم، مش بتاعنا. احنا بتاعنا ده يمكن يكون رقم 4، لا ده امامنا رقم 1 مكرر، مش رقم 2. يعني محمد 1 وعلي 1 مكرر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالله يلعنهم هم وعشرتهم، الله يلعنهم هم وعشرتهم. طيب ايه يا سيدي 10 المبشرين بالجنة؟ اسمع بك، اسمع العجائب بك. يقول لك النبي صعد المنبر، والله ما حصل، والله الذي لا اله الا هو ما حصل، كذب وافتراء على رسول الله. يقول لك صعد المنبر وقال ايه؟ ابو بكر في الجنة. ضمرت ايه؟ ضمرت ايه ابو بكر في الجنة؟ ليه؟ فوضى ولا ايه؟ هي زريبة؟ طب الزريبة هم دخلوها، طب والجنة مالها؟ الجنة مالها ومال الموضوع؟ ابو بكر في الجنة. لا شوف النيلة السوداء اللي جاية، عمر في الجنة، يخرب بيته، يخرب بيته في الجنة. ازاي؟ ازاي؟ مش ينفع، مش ينفع خالص، ما ينفعش. طيب عثمان، عثمان في الجنة، يخرب بيتك يا عثمان ومثل اللي جابك. عثمان، عثمان في الجنة؟ طب ازاي؟ طب بأي دليل؟ وبعدين بعد البلاوي دي كلها وعلي في الجنة. طيب وسعد ابن ابي وقاص في الجنة، لا اله الا الله. وسعيد بن زيد في الجنة، وطلحة والزبير في الجنة. يا دي المصيبة السوداء. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وابو عبيدة في الجنة. ادي يا سيدي 10، الله يلعنهم وعشرتهم. نعم قل المشاكس ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. حياكم الله أعزائي مشاهدي قناة فدك وقناة صوت العترة في هذا البث المباشر. جددوا معنا الأخوان ذكريات البراءة وشيخ البرائيين، شيخ الرافضة الشهيد السعيد حسن شحاتة رحمة الله عليه. هذا الشيخ اللي عندما تشيع عرف الدين الحق، دين محمد وآل محمد، وطبق هذا الدين بشقيه الولائي البرائي، ولم يجامل ولم يداهن ولم يتبع التقية المغلوطة، فجاهر بلعن أعداء محمد وآل محمد. هذا الشيخ الذي
واسى الزهراء سلام الله عليها بحرق داره كما حرق عمر لعنة الله عليه دار الزهراء عليها السلام. هذا الشيخ الذي واسى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما أخرجوه القوم ليبايع، فأخرجوه هؤلاء الزنادقة من البيت في مصر الذي كان يريد أن يقيم فيه احتفال مولد الإمام عجل الله تعالى فرجه. هذا الشيخ واسى الإمام الحسين عليه السلام عندما نحر الإمام الحسين، كذلك سماحة الشيخ حسن شحاتة نحر كما ينحر الإمام الحسين عليه السلام. هذا الشيخ واسى مسلم ابن عقيل سلام الله عليه رسول الحسين وابن عمه والمفضل من أهل بيته عندما جروه في سكك الكوفة، فجروه هؤلاء الأوقاد في القرية التي كان يريد أن يقيم فيها هذا الاحتفال. هذا الشيخ برائي رافضي حتى النخاع. أستغرب من الأبواق التي باعت هذا الشيخ والتي حرضت على قتله وحرمت ووضعت يدها بيد الأعداء من الإخوان والسلفية. اليوم صارت مظاهرة في لندن أقامها بعض البترية، تنظيم البتري ينضموا لها بعض الناس المخدوعين اللي ما يعرفون من اللي منظمها. وشيخ البترية هني هذا الدجال التريكي أقام اليوم هني مظاهرة في لندن أمام السفارة المصرية، وهذا التريكي هو من الذين قتلوا سماحة الشيخ حسن شحاتة. واتذكر أيام احتفالنا المبارك في هلاك عدوة الله عائشة، هذا قام مؤتمر صحفي ودعا له الأخوان والسلف والعلمانيين وكل أطياف الزنادقة، دعاهم لكي يحاربونه. فهو يريد أن يحارب المنهج الرافضي، منهج سماحة الشيخ حسن شحاتة. حسن شحاتة إنسان رافضي برائي يلعن عائشة، أنتم ضد هذا المنهج. بس ليش أقاموا هذه المظاهرات؟ لأن شافوا المنهج الرافضي طقه وحاولوا يركبون الموجة. اليوم الشيعة عرفوا الحق من خلال المنبر الحقيقي، المنبر الصحيح لمحمد وآل محمد. هذا المنبر عرفوا من خلال الحق، فعرفوا ماذا يقول الصادق، ماذا يقول الكاظم، ماذا يقول الجواد، ماذا يقول الحسين في أعدائه، ماذا تقول الزهراء، ماذا يقول رسول الله، ماذا يقول أمير المؤمنين، ماذا يقول الحسن من خلال هذا المنبر. فالناس عرفوا الحق وتخلوا عن أئمة الضلال هؤلاء الذين كانوا يكذبون على الناس ويبهتون أهل البيت سلام الله عليهم ويكذبون على أهل البيت بأنهم ليس هذا منهجهم. فلما رأوا أن الناس هبت لطلب الثار والاستنكار لاستشهاد هذا الشيخ الجليل، حاولوا أن يتداركوا وضعهم حتى لا يفقدوا الشارع، فعملوا هذه المظاهرات. هؤلاء البترية اللي قاموا في المظاهرات حالهم حال الوهابية، حالهم حال البكرية. شو الوهابية قتلوا سماحة الشيخ حسن شحاتة وفرحوا بذلك، ولكن غلطتهم الوحيدة أن اقتلوه بهذه الصورة الوحشية اللي خلت الناس تستهجن هذا العمل اللا إنساني. أما إذا كان مقتول بطريقة عادية ما ثارت ثائرة المنظمات الحقوقية ولا هؤلاء البترية الذين قاموا بعض المظاهرات. هؤلاء البترية لو لم يقيموا هذه المظاهرات في بعض العواصم الأوروبية لفقدوا حتى أخص أتباعهم. حاولوا يتداركون الوضع، ولكن هم الذين سلموا رقبة سماحة الشيخ حسن شحاتة لهؤلاء الأوقاد
بتحالفهم مع الإخوان ومع السلف